جربنا اذكى واغرب خدع تيك توك وده الجزء ال 21، وبرضه هنقول لكم هتسهل حياتكم فعلا ولا اي كلام. فجربنا المره دي كاندي الفاكهه الطبيعيه، ايس كريم المانجا، تحويل النودلز اللازانيا، وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. الفيديو ده بقى ما عملوش ايس كريم بالمانجا، هم حولوا ثمره المانجا نفسها خلوها قطعه ايس كريم. ازاي بقى الكلام ده؟ تعالوا نشوف. قشرنا المانجا الاول وبعدين دخلنا فيها عصايه الايس كريم، دخلناها الفريزر لمده يوم كامل، وبعد ما خرجت بدانا نغرقها في شوكولاته سايحه، سيبنا الشوكولاته اللي عليها تجمد شويه في الثلاجه، ودي كانت النتيجه في الاخر. احساس حلو قوي انك لما بتقطم ما بتلاقيش ايس كريم، انت بتلاقي مانجا بس متلجه وعليها كمان طبقه الشوكولاته اللي بره دي، فالميكس بصراحه لطيف قوي. هي بس في مشكله بسيطه شويه، وانت بتاكل هتبتدي توصل للبذره بتلاقي حاجه بتعض فيها كده جامده، بس ما علينا يعني هنعتبر ان البذره دي زي عصايه الايس كريم عادي. بس عموما الطعم يستاهل التجربه، فدخلناها قائمه تمام. الهاك دي بتقول لك ايه؟ ممكن تعمل صينيه لازانيا من نودلز عاديه خالص، اللي هو تبدل العجينه بتاعت اللازانيا دي تحط نودلز مكانها. انا مش فاهم النتيجه هتطلع عامله ازاي، بس خلونا نجرب. جبنا الصينيه بتاعتنا ورصينا من تحت طبقه نودلز، عليها طبقه صلصه بالتوابل بتاعتها طبعا، وبعدين حطينا شويه جبنه شيدر مبشورين وزيهم بالظبط جبنه موتزاريلا. كررنا الطبقات تاني برضو نفس الكلام، نودلز صلصه شيدر موتزاريلا، ودخلناها الفرن لمده تلت ساعه. بس في النص للاسف النودلز ما كانتش بتستوي خالص، يعني كانت ناشفه كده زي ما هي، فزودنا شويه ميه ودي كانت النتيجه في الاخر. مش عارف ابدا منين، يعني الحتت اللي تحت من النودلز كانت معجنه جدا جدا عشان كانت قريبه من النار فاستوت زياده. الحتت اللي فوق بقى كانت ناشفه خالص لدرجه انها اتحرقت، كانت بتقرمش كده زي البسكوت بالظبط. بس في العموم طعم الخليط كان حلو، فانتوا ممكن تعملوا نفس الميكس بالظبط بس تبقوا سالقين النودلز بره كانك بالظبط بتاكل باستا في الفرن. فبالنسبه لي رغم المأساة اللي حصلت، بس الهاك دي هدخلها قائمه تمام. في الفيديو اللي جاي ده عملوا كاندي طبيعيه 100% ما فيهاش غير فاكهه بس. انا متحمس بصراحه، فتعالوا نجرب. في الاول خالص بنقشر منجايتين وبعدين نشيل البذر منهم ونحطهم في اي خلاط عندنا، عليهم عصير ليمونتين، تلت كوبايه ميه، ونضربهم كويس قوي ومن غير ما نصفي ولا نعمل اي حاجه. نحطهم في طاسه على النار، نزود بقى هنا معلقتين كبار جيلاتين ونسيب المانجا تغلي 5 دقايق كده ولا حاجه، وبعد ما تبرد نبتدي نوزعهم في اي قوالب عندنا، ندخلهم التلاجة ساعتين 3 او لحد ما يجمدوا، والنتيجه في الاخر عبقريه جدا جدا. انتوا مش متخيلين الحلاوه والاستمتاع. الكاندي طريه قوي ولما تيجي تاكلها في بقك طعم مانجا بس. عصره الليمون كمان مديه سنه مزازه كده حلوه قوي. بالنسبه لي اختراع عبقري مش بس للاطفال، يعني الكبار كمان هيحبوه عادي. فالهاك دي طبعا هدخلها قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده بيقول لك ان في خليط سحري جدا بينظف اصعب بقع واصعب دهون لازقه ما فيش حاجه بتقف قدامه. ده لو ظبط هيبقى عبقري قوي. فبدانا على طول نعمل الخليط. عندنا ازازه كولا مصريه ما تقلقوش، نحط عليها عصره ليمون فتبدا تفور كده شويه، بعدين ننقلها بوله ثانيه نزود ليمون كمان ونحط بيكنج صودا على شويه خل، فنلاقي الخليط بيفور اكتر. ندخل بقى بشويه صابون صغيرين نحطهم على السلكه ونبتدي ندعك كويس جدا جدا، وبعد 5 دقائق تقريبا ده كان الفرق بين النص اللي عملناه بالخليط والنص اللي ما جيناش جنبه خالص. طبعا واضح الشكل عامل ازاي. انا مش متاكد قوي النتيجه دي بسبب الخليط ولا بسبب الدعك الكتير، لان انا كنت عنيف قوي معاه. بس عموما يعني بما ان ناس كتير قوي جربت القصه دي ونجحت معاهم، فاحنا مش هنقدر نقول انها اي كلام. النص اللي عملناه نضف فعلا كويس كمان، فالهاك دي هتدخلها قائمه تمام. الهاك دي بتقول حاجه غريبه قوي، قال لك ان انت ممكن تعمل قهوه بتتاكل. تعالوا نشوف. عندنا حوالي كوبايتين من القهوه سريعه التحضير متدوبه في ميه سخنه، نحط عليهم معلقتين كبار جيلاتين، معلقتين زيهم زبده، ونقلب شويه. بعدين نحط بقى كميه من اللبن حسب الرغبه طبعا، واخر حاجه خالص نحط الخليط ده في القالب وندخله الفريزر لحد ما كل الحاجات دي تجمد. انا بصراحه عجبني وما عجبنيش في نفس الوقت، يعني هو الطعم بتاع القهوه حلو في كل الحالات، القوام اللي شبه الجيلي ده وهو ساقع كمان لطيف جدا، بس انا عندي مشكله في طعم القهوه نفسها. فانتوا لو قررتوا تجربوا الهاك دي استخدموا قهوه نظيفه كويسه او اسبريسو مثلا، هيطلع طعم احسن من كده بكتير. بس في كل الحالات الهاك مش وحشه، هدخلها قائمه تمام. الهاك اللي جايه دي فيها حركه في منتهى الذكاء، بتخليك تعمل خليط البان كيك في 3 دقائق بالظبط، من غير بقى ما تضرب وتقلب، من غير مواعين، من غير اي حاجه تقريبا. قال لك ايه الموضوع بسيط خالص. بتجيب اي ازازه عندك وتفتح الغطا بتاعها، تبتدي تحط خليط البان كيك كله بس بقمع طبعا، شويه دقيق على بيض ملح شويه لبن، وتقفل الازازه وترجها كويس قوي، فالخليط اللي جوه يتجانس ويبقى عندك عجينه بان كيك في ثانيه. وبعدين تخرم غطا الازازه من فوق عشان توزع منها براحتك. نبتدي نجرب كده في الطاسه على طول، شوف هتظبط ولا لا. وزي ما انتم شايفين توزيع الخليط مثالي، من غير ولا مواعين بقى ولا تشتري منتج مخصوص ولا اي حاجه. اولا التحكم في الكميه سهل جدا جدا. ثانيا في ناس اصلا بتشتري منتجات مخصوص تعمل لهم القصه دي. ثالثا بقى مفيش اي بهدله، يعني انت في العادي بتاخد بحاجه تغرف وتنزل فبتوقع بقى في الطريق وحاجات كده. وبالنسبه لي هدخلها قائمه تمام. في الفيديو اللي جاي ده عملوا اسرع بيتزا في التاريخ، من غير بقى ولا عجن ولا دقيق ولا الكلام ده كله، بقطعتين توست بس. ادي طبقتين التوست وادي صلصه البيتزا. نحط بعد كده جبنه موتزاريلا شويه سلامي، ونزود الطبقه الثانيه ومعاها نفس المكونات، صلصه بيتزا برده جبنه سلامي، واخر حاجه خالص رشه زعتر وشويه فلفل اسود. ندخلهم بقى الاير فراير لمده 10 دقائق او ممكن تحطوهم في الفرن عادي، والنتيجه طلعت زي ما انتم شايفين.
حلوه جدا، الاطراف مقرمشه كده قوي ومن جوه الدنيا طريه خالص بسبب الجبن الكتيره اللي محطوطه. الطعم طبعا بنسبه 60 70% بيتزا، فانت لو هتاخد طعم قريب قوي كده من البيتزا بوصفه ما بتاخدش تقريبا 10 دقائق، الموضوع بصراحه يستاهل التجربه. فبالنسبه لي طبعا هدخله قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده فيه شيء انا مش فاهمه خالص. المفروض ان دي كور كده كبيره عباره عن حلويات صينيه. انا بصراحه بحترم كل ما هو بيجي من الصين، فتعالوا نجرب. في الاول بنبدا بطاسه على النار فيها كوبايه ونص ميه، نحط كمان 200 جرام سكر ونقلب كويس قوي لحد ما السكر يدوب خالص والقوام يتقل شويه، وبعدين نشيل الخليط وهو سخن عادي جدا وننزله على دقيق الرز. نعجن بقى شويه حلوين لحد ما قوام العجينه يوصل للشكل ده. المهم نسيب العجينه ترتاح نص ساعه وبعدين نبتدي نشكلها بالشكل ده اللي انا مش عارف اوصفه بصراحه. بتعمل خرم كده في النص، يعني كانك بتحاول تجوف العجينه من جوه، تعمل فراغ جواها يعني. بعدين نقفلها من فوق ونكرر نفس القصه مع باقي العجينه كلها، وفي زيت سخن جدا ننزل العجينه واحده واحده، نسيبها 3 4 دقائق كده ولا حاجه تاخد لون حلو، بعدين نطلعها ونبدا نتصدم في التجربه. زي ما انتم شايفين ناشفه جدا جدا من بره ومن جوه ما شمتش ريحه السوا حتى. في مشكلتين، اولا الكور اللي في الفيديو دي نفشت بشكل غريب جدا رغم ان الوصفه ما فيهاش ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه بتخلي العجينه تنفش. ثانيا برضو هم سابوها على النار يا دوب 3 4 دقائق وصلت للشكل اللي انتم بتشوفوه ده. فانا مش عارف بصراحه المشكله فين، فينا ولا في دقيق الرز ولا في الزيت ولا في ايه، بس عامه على حسب اللي جربناه الهاك اهدار موارد بس. فبالنسبه لي هدخلها قائمه اي كلام. الهاك اللي جايه دي بقى انا مش عارف ازاي موجوده ومفيش اي حد يعرف عنها حاجه. قال لك ان اي ايموجي بتبعته على واتساب او حاجه ممكن تشقلب فيه وتحط له نضاره وشفايف وحاجات غريبه قوي. فبدانا نجرب، فتحت الانستجرام وبعت الهاو تو بالعربي اي ايموجي ظهر قدامي، وبعدين جبت النضاره دي حاولت البسها لها بس زي ما انتم شايفين ولا اي حاجه. قلت مش مشكله، ما بتحبش النضارات فنجرب في حاجه تانية، بس برضو النتيجه فاشله تماما. انا مش عارف المشكله فين، هي شكلها في الفيديو حقيقي جدا جدا. هل بقى ده ابديت معين في الاي او اس او حاجه؟ بس انا بالنسبه لي ما اشتغلتش، فجربوها لو ظبطت عند حد يا ريت يبعت لنا. الهاك اللي جايه دي بتقول لك ان في حركه ذكيه جدا جدا ممكن تنزل بيها الصلصه لحد اخر نقطه. فتحنا علبه الصلصه دي بس من ظهرها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين فتحنا كمان من الوش، فجبنا الظهر وبدانا ننزل الصلصه بيه. بس زي ما انتم شايفين حجم العلبه نفسها اكبر بكتير جدا من حجم الظهر، فالصلصه نزلت وكل حاجه، بس تقريبا كده ربع العلبه كان موجود في الجناب. هو المفروض ان الغطا او الظهر ده كان هينزل يلم كل الحاجات اللي في جناب العلبه، بس طبعا ده ما حصلش. في مشكله تانية بقى، حتى لو كان حصل يعني الموضوع مرهق قوي قوي انك تجيب العلبه تفتحها من ظهرها وتعملها بسكينه. المعدن ده اصلا بيبقى حاد جدا جدا فممكن يعورك، فمش مستاهله خالص كل الفرهده دي. اي سباتولا عاديه خالص هتعمل بيها كده هتنزل الحاجات على طول. فبالنسبه لي الهاك دي هدخلها قائمه اي كلام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير وقولوا لنا في التعليقات عايزين نجرب هاكس ايه تاني الحلقات الجايه.